إذا ظلمك إنسان فأنت مخير الآن بين 3 اختيارات كلها تعتبر حقا لك، ولك أن تختار منها ما تشاء. أما الاختيار الأول أن تدعو على من ظلمك، فإذا دعوت عليه فسوف يأخذ الله حقك منه في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا وإن كان فاجرا. الاختيار الثاني أن لا تدعو عليه في الدنيا، ولكن أن تنتظر لتأخذ حقك منه يوم القيامة وليس في الدنيا، لأنك إن دعوت عليه في الدنيا فسوف تأخذ حقك في الدنيا، أما إذا لم تدعو عليه فإن الله يوم القيامة سيعطيك من حسناته ما يساوي الظلم الذي ظلمك إياه، أو ستعطيه أنت من سيئاتك. ما هو الاختيار الثالث؟ الاختيار الثالث هو أن تعفو عمن ظلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم أو مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. يا أهلا وسهلا بكل أموراتي الحلوين اللي شرفوني ونوروني وكبروا عيلتي. إن شاء الله بإذن الله هنبقى أحلى عيلة مع بعض. نسمي الله كده يا أمورات مع بعض ونقول: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. أتمنى منك يا أمرايا لو انت بتتفرجي عليا وانت مش مشتركة في القناة، فضلا وليس أمرا، تنوريني باشتراكك وتفعلي زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد بقدمه. حطيلي لايك للفيديو فضلا وليس أمرا، واكتبي لي كومنت يا قمر عشان اقدر ادخل ارحب بيكي ان شاء الله باذن الله. روتيني النهارده مشجع جدا جدا جدا. انا عارفه ان انا الفتره دي بغيب عليكم شويه، معلش حقكم عليا اعذروني، بس ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه نرجع وبقوه باذن الله باذن الله باذن الله. نستعين بالله كده وهنعمل احلى فيديوهات مع بعض. حبيت ابدأ الفيديو معاكم النهاردة بمقطع غسيل المواعين، عشان طبعا اي بنت في الدنيا دي كلها، اي امراية بتحب قوي منظر المية والرغاوي، بتاخد احلى باور واحلى تشجيع. تعالي كده يا أمرايا نقول لبعض كده، اقول لنفسي واقولك ونذكر بعض كده ان احنا في اساسيات لازم نعملها اول ما نصحى من نومنا، علشان نخلي اليوم كده فيه بركة ونشاط وبار، وما نبقاش كسلانين كده وتعبانين وعندنا خمول وعندنا طاقة سلبية مش مخليانا مش قادرين نقوم نعمل اي حاجة ورانا. اول حاجة يا قمر طبعا هتقومي تغسلي وشك وتغسلي اسنانك وتتوضي وتصلي الفرض اللي عليكي، وبعد كده اعملي لك اي مشروب بينشطك بيشجعك، قهوة، نسكافيه، شاي. بتفطري الاول افطري يا قمر، وبعد كده ادخلي روقي السراير. اول حاجة طول ما السرير عندك مترتب انت كده خلاص، يعني نص يومك فوقان. ده كلام علمي يا بنات، ان احنا لما بنسيب السرير بتاعنا ما بنبدأش بيه بيدي طاقة سلبية، بيدي كسل، بيدي شعور بالنوم على طول. ما تنسوش يا بنات ان الجو خلاص بدأ يسقع، فكده كده اصلا هنبقى متكتكين وسقعانين وربنا يسترها. بصي يا أمرويا، خلاص روقنا السراير بتاعتنا، عندك دورة غسيل. طبعا اي بيت يا اما في غسيل ملابس يا اما في غسيل مواعين، فاحنا خلصنا من غسيل المواعين بتاعتنا، سواء من بالليل سواء الصبح عملتيها بعد الفطار. تعالي بقى حطي دورة غسيل في الغسالة، سيبيها تشتغل، وبعد كده كملي اللي وراكي في البيت. عقبال ما هي هتخلص اصلا هتكوني انتي انجزتي حاجات كتير جدا. اول ما الغسيل ما يخلص لازم تنشريه في ساعتها، ما ينفعش تقولي هركنه شوية هعمل حاجة وبعد كده هرجع انشره. لا طبعا يا قمر، بيأثر على ريحته، بيكرمش جدا. احسن حاجة اول ما الغسالة بتاعتك تفصل لازم تنشري الغسيل بتاعك.
خلاص يا امارات، نشرنا الغسيل بتاعنا. نفس الكلام، في غسيل على الحبل هيتلم ويتطبق في ساعتها. عندك مكان في البلكونة ينفع ان انت تطبقيه وانت بتلميه؟ الحمد لله رب العالمين، خير وبركة. وطبقيه وانت بتلميه، مش هتحسي اصلا ان انت عندك كوم غسيل جوه بقاله يوم ولا 2 ولا 3 ومكسلة عليه ومش عارفة تطبقيه. نفس الكلام اللي قلناه في تنشيره، بيتكرمش بيتكسر، مش بيبقى احسن حاجة. فعلشان غسيلك يبقى مفروض كده، لو انت من الناس اللي ما بتحبيش تكوي زي حالتي، نشريه اول ما يخلص ولميه وطبقيه في ساعتها. تمام. تمام. بعد كده يا امرايه، امسكي الفوطة بتاعتك اللي هي الميكرو فايبر بتاعت الاتربة، وامشي بيها على كل الشقة بتاعتك. لو عملتي كده يوميا، استحالة التراب هيتكوم عندك. كلنا او معظمنا شققنا كلها بتتملي تراب بطريقة مش طبيعية، سواء انت على شارع او مش على شارع، لان احنا الجو عندنا اصلا في نسبة تراب، فالتراب بقى يدخل لنا من كل حتة. فكل يوم لو عملتي كده والله العظيم مش هتحسي بمجهود، وهتتنشطي، وشقتك على طول هتبقى بتلمع. خلاص. امشي بقى بالمقشة بالمكنسة الحاجة اللي بتحبيها وبترتاحي لها، وامشي برضو على الشقة كلها. انت دلوقتي شقتك بقت فلة فلة، مستعدة لأي حد يجيلك فجأة، مستعدة ان انت تقعدي كده بقيت يومك، سواء هتذاكري لولادك، سواء هتعملي غداكي، سواء ما وراكيش اي حاجة وهتقعدي فاضية قاعدة في مكان نظيف. بصي بقى، موضوع المسح والتلميع اللي حوالين السجاد انا مش بعمله كل يوم. الموضوع لو مستاهل يوم ويوم هنعمله يوم ويوم، مش مستاهل خصصي يوم او يومين في الاسبوع يبقى المسيح الشقة عندك. برضو هتحسي ان الدنيا نظيفة حواليكي وريحتها حلوة. بصوا يا بنات، انا من الناس اللي ما بحبش لعب الاطفال تبقى مرمية في كل حتة. لا، انا بحب اللعب نبقى مخصصين لها باسكت. الباسكت على حسب حجمه، على حسب اللي هيتحط فيه. يعني مثلا انا عندي مكعبات، عارفين يا بنات باسكت الكمامة، اعزكم الله، اللي كنا بنشتريه زمان كده ب10 جنيه او ب7.5، بيتحط في الاوض اللي المفروض نحط فيه بقى ورق مناديل الحاجات الخفيفة دي. انا جايبة الباسكت ده وعاملاه باسكت المكعبات. تمام. فكرة بسيطة قوي. عايزة اقول لكم يا بنات، والله من ساعة ما خصصته فعلا للمكعبات، وانا المكعبات عندي على طول ملمومة. عندي باسكت كبير ده للألعاب. تمام. برضو بقالي سنين كنت الاول بحط الدباديب والعرايس كده وارصهم واحطهم بشكل حلو كده. من ساعة ما عرفت ان حرام ان احنا نخلي الحاجات ديت موجودة كده، بقيت لأ، بشيلهم برضو، يا اما في بوكس يا اما في باسكت يا اما في كيس كبير كده، واحطهم واربطه واشيله. البنات تعوز تلعب ياخدوه يطلعوه يلعبوا، وبعد كده بيتشال تاني. طبعا الكلام ده بيبقى في وقت الأجازة، بس بما إننا بنتكلم في أساسيات بتبين بيتنا نضيف ومرتب على طول وبتحسن من نفسيتنا، يبقى لازم أقول لكم الكلام ده. بصي يا مراتي، تعالوا بس نقطع كلامنا ونقول أنا بعمل إيه وبعد كده نكمل الكلام. يا بنات، أنا في اليوم ده كنت بعمل مكرونة بالبشاميل بالخضار، والجلاش برضو بالخضار بنفس الحشوة ديت. كان ما شاء الله تبارك الله تحفة، والله العظيم عجبتني طعمها جدا، احلى من اللحمة. الوصفة قدامك اهيت بتفاصيلها. لو عايزة بقى شرح يعني بالمكونات وكل حاجة، هتلاقوا الفيديو موجود عندكم على القناة. كنت منزلاها في فيديو منفصل، والله كان جايب لي مشاهدة كويسة، بس للأسف اليوتيوب حذف لي المشاهدات على الفيديو ده، فالله المستعان. فجربوها على ضمانتي، كانت ما شاء الله تبارك الله حلوة جدا.
نكمل كلامنا يا بنات. هقول لكم بس حاجه في الموضوع دوت. بصوا يا بنات، طبعا احنا قبل كده كنا لما بنعوز نعمل كده حشوات خضار والكلام ده كله، للأمان عشان ما اضحكش عليكم كنا بنعمل كده للتوفير. لكن احنا دلوقتي ما بقاش في حاجة موفرة، ربنا يرحمنا. يعني انت دلوقتي علشان مكونات الحشوة ديت كوسة، جزر، بطاطس، بصل، فلفل اخضر. لو حسبتي اسعار الحاجات ديت هتيجي بتمن ربع او نص كيلو لحمة. تمام. فدلوقتي احنا ما بقيناش نبص لها كتوفير، احنا بنبص لها كفايدة. ففي ولاد او اطفال ما بيحبوش انواع الخضار دوت، فاحنا نقدر ندخله في اكلات زي ديت، مش هيبان طعم الحاجة. يعني انا الطعم ما كانش باين خالص. ويعني انا مثلا عندي اولادي ما بيحبوش الكوسة، معظم الاطفال كده على فكرة ما بتحبش الكوسة. انا حطيت كمية محترمة من الكوسة في الوصفة ديت، ما حسوش بطعمها. فاهميني يا بنات؟ فانا حاليا الفتره ديت الحمد لله ولله الحمد، وربنا يا رب يديمها نعمه عليا وافضل على كده. بقيت احاول اجتهد ان انا ادور على كل الاكلات الصحيه اللي تبقى صحيه ليا ولاولادي. فاهميني يا بنات؟ مش توفير اكتر. ومش هضحك عليكم طبعا، برضو احنا بندور على التوفير، بس بقيت اهتم قوي بالغذاء بتاعهم. لان بجد احنا المناعة بقت تحت الصفر. اطفالنا على طول بيتعبوا. احنا ذات نفسنا اصلا ما بقيناش زي زمان، على طول عندنا برد. ربنا يا رب يسترها علينا جميعا. فنحاول بقى يا بنات يعني نهتم بالغذاء كويس قوي، ان احنا ندخل كل الاكلات الصحية اللي نقدر ناكلها على قد امكانياتنا برضو، لان انا بهتم قوي بالموضوع دوت. ونشوف ايه الافيد لينا. انا يا بنات من النوع اللي بعمل صينيتين، بسوي صينية اليوم دوت وصينية تاني يوم. يعني ايه بعملها على يومين؟ علشان يعني يبقى تعب يوم واحد وبقى تاني يوم اقدر انجز فيه اي حاجة تانية. ما شاء الله تبارك الله، زي ما قلت لكم كانت احلى اكلة. بألف هنا وشفا يا رب على كل اللي شاف وكل اللي كل. وان شاء الله باذن الله هتجربوها بطريقتي وهتعجبكم باذن الله باذن الله باذن الله، انا واثقه. خلاص يا بنات، تعالوا نرجع بقى لكلامنا. زي ما قلتلك انت خلاص بدأتي يومك بكل نشاط. صدقيني والله العظيم انا عن نفسي كده، لما ببدأ يومي كده اليوم ده بيفرق معايا قوي 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 قوي. لكن لما بقوم مكسلة ومحبطة وشايلة هم كل حاجة ومش قادرة اقوم ومش قادرة اتحرك ومتضايقة ومكتئبة، اليوم ده مش بنجز فيه اي حاجة خالص. يعني حتى مذاكرة الولاد يعني اليوم ده ما بيبقاش فيه انجاز من اي نوع. لكن اليوم اللي بنبدأه ببركة الله والاستعانة بالله وبنشاط كده وحيوية وطاقة إيجابية، لا بجد والله العظيم بيفرق جدا. بتنجزي فيه حاجات كتيرة قوي، حتى جسديا انت ما بتحسيش ان انت مرهقة وتعبانة زي ما كنتي قاعدة مكسلة وما بتعمليش اي حاجة. القعدة كده كده بتوجع جسمك اصلا، بتخليكي تحسي ان انت تعبانة مش قادرة تعملي اي حاجة. فده بيبقى من الشيطان. نستعيذ كده من الشيطان زي ما قلتلكوا، ونستعن بالله ونقوم ننجز كل اللي ورانا. علشان والله العظيم في الاول وفي الاخر ليكي انتي، قبل بقى ما هنقول عشان ورانا مسؤولية وورانا اطفال وورانا ورانا ورانا، عشانك انتي في الاول وفي الاخر. اتمنى منك يا قمر لو وصلتي معايا لحد الدقيقة ديت في الفيديو ما تنسينيش باللايك لو نسيتي، واكتبي لي كومنت قولي لي انا كنت بعمل ايه دلوقتي في الخطوة ديت عشان اعرف الامورات اللي بيكملوا معايا الفيديو. تمام. بصوا يا اموراتي، دي كانت صينية بطاطا بالبشاميل.
ما عملتش بشاميل يا بنات في الخطوة ديت. عملت ايه؟ سلقت البطاطا بتاعتي وحطيتها في صينية، وجبت قشطة يا بنات وش اللبن، وفردتها على البطاطا كلها ومعلقة سمنة، ودخلتها تحت الشواية. خدت احلى وش واحلى لون، وبألف هنا وشفا. كلها فيتامينات، مغذية جدا للأطفال، مشبعة، جميلة، يعني بجد جميلة. بألف هنا وشفا. جربوها بالطريقة دي، سهلة وبسيطة وهتعجبكم جدا. تعالوا يا بنات اقول لكم على حاجة كده. بما اننا في الدراسة، انا بنتي في اولى اعدادي كان مطلوب منها بحث عن سيد درويش. ازاي يا بنات تسهلوا عليكم موضوع البحث دوت؟ عشان انا اعرف ناس ما بتعرفش تعمله نهائي. بتخش على جوجل، تكتبي طريقة كتابة بحث للحاجة اللي انت عايزاها، وبيظهر لك صفحات كتير. خدي كل جزء من كل موقع او من كل صفحة، هتلمي الموضوع اللي هم عايزينه. يعني هم كانوا عايزين تلات ورقات فلوسكاب، الحمد لله عملت لها التلات ورقات. فقلت بس اشارككم بالمقطع ده لو حد مش عارف. انا عارفة ان هو مش واضح قوي. وبكده يكون الفيديو بتاعي بينتهي يا قمر. كنت مبسوطة جدا ان انت كملتي معايا الفيديو، وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي.